السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة توب تيم، أهلا بيكم معانا النهاردة في خبر جديد. هنتكلم النهاردة عن الأهلي ومواجهاته الجديدة والمستمرة دايما في تألق بإذن الله. لكن قبل ما نبدأ في أي أخبار أنا بعتذر لكم عن الفترة اللي اتأخرت فيها، الفترة اللي فاتت دي كلها ما قدمتش أي فيديوهات، لكن والله كانت الظروف صعبة جدا. انتوا عارفين إن أنا دايما بحب أكون متواجدة معاكم، وعارفة إن فاتني أخبار كتير جدا ما قدمتهاش معاكم ولا شاركتها معاكم، لكن الحمد لله اديني رجعت وبإذن الله تكون عودة قوية. هنتكلم النهارده عن الأهلي وانتقالاته، وهنتكلم كمان عن الكاف اللي بيوافق على الوقوف دي أحداد على روح الإيهاب جلال، وكمان محاضرة فنية لمارسيل كولر قبل مواجهة فريق جورماهيا الكيني. وكمان هنتكلم عن موعد المباراة والقنوات اللي هتنقلها، وفي كمان كونها مفتوحة هتنقل المباراة ما بين الأهلي وجورماهيا الكيني، وهنشوف كمان موعد المباراة والتشكيل المتوقع للمباراة. لكن قبل ما نتكلم عن ده كله هنشوف مين هو نجم الزمالك السابق اللي بيوافق على الانتقال للأهلي في الميركاتو الصيفي 2024 للأهلي. بينا يلا على تفاصيل الأخبار. أول حاجة هنتكلم عنها النهاردة عن الكاف اللي بيوافق على الوقوف دي أحداد على روح الراحل إيهاب جلال. وبيقول الخبر: وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف على طلب النادي الاهلي بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل ايهاب جلال المدير الفني للاسماعيلي قبل مباراة جورماهيا. ومن الكاف للميركاتو هنقول: وافق نجم الفريق الاول لكرة نادي الزمالك السابق على الانتقال لصفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2024 لتدعيم صفوف المارد الأحمر. في مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي قال بأن الكابتن محمود الخطيب له الرغبة في التعاقد مع أسامة فيصل لاعب نادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأضاف المصدر بأن فيصل وافق على الانتقال فعلا لصفوف الشياطين الحمر، وذلك على الرغم من كونه لاعب سابق في صفوف الزمالك، ولكن أبدى ترحاب بفكرة ارتداء القميص الأحمر. أما عن مارسيل كولر في استعداداته للمباراة النهاردة ما بين الأهلي وجورماهيا، فهو النهارده هيعمل كمان دقايق بالظبط الساعة 12:30 هيعمل محاضرة فنية يجمع فيها فريق النادي الأهلي ويتكلم معاهم عن نقاط ضعفه وقوة الفريق المقابل أو المنافس للأهلي النهارده. وكمان هيحدد التشكيل اللي احنا بنتوقعه حتى الآن، وهنقول التشكيل المتوقع هيعرفوا من التشكيل وكل لاعب هيكون دوره ايه بالظبط في المباراة، وده برضو على حسب نقاط ضعف وقوة الفريق المنافس اللي هو جورماهيا الكيني. أما عن تفاصيل المباراة ففريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هيقابل نظيره جورماهيا الكيني على أرضية استاد نيايو اليوم الأحد ضمن منافسات في ذهاب دور ال 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا. أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني بدوري الأبطال، فأعلن قناة أبو ظبي الرياضية نقل مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في 13:00 اليوم الأحد عبر قناتها المفتوحة. وأسندت قناة أبو ظبي الرياضية التعليق على مباراة الأهلي وجورماهيا إلى عامر عبد الله. دلوقتي هنشوف التشكيل المتوقع للأهلي، لأن طبعا ما تعرفش التشكيل النهائي لحد دلوقتي، وكلنا بنطمح بأن الأهلي يعود بالفوز بنتيجة كبيرة من أجل تسهيل مهمة مباراة الإياب في القاهرة. ويلا بينا نشوف التشكيل المتوقع. متوقعين يكون في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله. والوسط مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، وحسين الشحات، ورضا سليم. أما الهجوم وسام أبو علي. طيب واللي عايز يسأل بقى عن تاريخ لقاء الأهلي مع الفرق الكينية قبل كده، وكمان بالذات فريق جورماهيا الكيني، فاحنا هنقول إن فريق جورماهيا الكيني ما قابلش قبل كده الأهلي خالص نهائي، ولا في مباراة ودية أو غير ودية. أما الفرق الكينية عموما فالأهلي واجهها قبل كده 14 مباراة. فاز المارد الأحمر في 9 مباريات منهم، وخسر 3 مباريات وتعادل في مباراتين. أما جورماهيا الكيني فدي أول مرة الأهلي يواجهه في أي مباراة، زي ما قلنا ولا ودية ولا مباراة عادية. فتمنياتنا للأهلي بأنه يرجع بعودة ناجحة بإذن الله ونتيجة كبيرة علشان يسهل علينا المباراة الإياب في القاهرة بإذن الله، ويكون نجاح وتتويج جديد للأهلي زي ما احنا تعودنا منه دايما إن هو يفرحنا وإنه يرفع راسنا. يا ريت اكون قدرت الم معاكم كده كل تفاصيل المباراه بسهوله وبسرعه علشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر. فانا بستاذنكم وبقول لكم شكرا جدا على متابعتكم الفيديو لحد الاخر، ويا ريت ما تنساش تحط لايك، ولو اول مره تشوف القناه اشترك فيها وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وحصري عن كره القدم وبالذات النادي الاهلي حبيب المصريين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتم مع توب تيم.